من اسطبل خيول فرنسية لسوق للمغاربة، وحكايات رايا وسكينة لأشهر سوق في اسكندرية. تعالوا النهاردة أخدكم في جولة هنشوف فيها زنقة الستات، هنعرف تاريخ المكان، وهنشوف أهم البضائع اللي موجودة هنا، وهنعرف كمان أسعارها. اهلا بيكم في قناة ايجي تورينا. لو اول مرة بتشوفوا القناة، انا مرشدة سياحية وبعمل فيديوهات وجولات عن اماكن سياحية في مصر. لو عجبتكم القناة اضغطوا حالا على سبسكرايب علشان توصلكم كل الفيديوز اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوز اول باول. النهاردة جولتنا في مكان مميز جدا، هو اشهر سوق في اسكندرية، سوق زنقة الستات. في البداية حابة أقول لكم عن تاريخ المكان، والمكان ده كان مشهور زمان بقى بقصة رايا وسكينة والحكايات اللي احنا عارفينها دي، وبعد كده هنتفرج على البضائع الموجودة هنا وهنعرف كمان أسعارها. السوق ده موجود في منطقة المنشية وقريب من شارع فرنسا. لما بنقول فرنسا هنفتكر على طول الحملة الفرنسية. المكان ده زمان كان عبارة عن مكان لاسطبل الخيول بتاعة الحملة الفرنسية اللي جات على مصر بقيادة نابليون بونابرت سنة 1798، وكانوا بيتركوا الخيول بتاعتهم في المكان ده. والمكان ده قريب من قلعة قايتباي اللي احتلوها الفرنسيين لما جم على مصر، وتقدروا كمان تشوفوا المدافع الفرنسية بتاعتهم جوه القلعة، وكنت عامله لكم عنها حلقة قبل كده تقدروا تشوفوها في القناة. بعد كده لما الحملة الفرنسية اتهزمت وخرجت من مصر، ايه اللي حصل بعدها؟ المكان ده اتحول وبقى ليه مكان مختلف تماما. المكان ده الميزة بتاعته ان هو قريب من المينا. المينا يعني البحر، يعني السفن، يعني بضائع. ومن وقتها ابتدى المكان ده ياخد طابع مختلف، والمكان أصبح مشهور بكتير من التجار والجاليات كمان المختلفة، والمنطقة دي بقت منطقة تجارية مهمة جدا بسبب قربها من البحر والمينا. وكمان الفترة دي انتشرت جدا التجارة بسبب المشاريع الكتيرة اللي عملها محمد علي في الوقت ده. والمكان ابتدى يتأسس كسوق تجاري كبير من سنة 1948. محمد علي كان عامل مشاريع كتيرة جدا، وده خلى تجار كتيرة وجاليات أجنبية كتيرة تيجي مصر. وقتها انتعشت صناعات كتيرة في الوقت ده، ومجالات كتيرة كانت مزدهرة زي الصناعة والتجارة وكمان الزراعة. المكان ده كان مشهور جدا بجاليات أجنبية، كان مشهور بالتجار المغاربة، وكانوا بيجوا ويبيعوا المنتجات والبضاعة بتاعتهم في المكان ده، وعملوا ليهم بيوت وكانوا ساكنين كمان هنا. وبعد كده المكان ابتدى يتطور وياخد شكل السوق الكبير. والمكان هنا بيتميز بالشوارع بتاعته ضيقة جدا جدا، بتكفي لشخص واحد فقط بيعدي في ممر ضيق. والممر ده مليان بالمحلات زي ما انتوا شايفين في الفيديو، محلات كتيرة جنب بعض. المحلات دي في الأول كانت مشهورة بالأقمشة، وبعدها السيدات ابتدت تيجي هنا في الأسواق، وكانوا بيروحوا الأماكن دي والأسواق وبيختاروا القماش اللي هم عايزينه علشان يعملوا منهم الملاية اللف اللي كانت مشهورة زمان وكلنا عارفينها وكنا بنشوفها في الأفلام القديمة. ودلوقتي نقدر نقول ان المكان ده اختلف تماما، بقى مشهور بكل أنواع المنتجات والبضائع زي ما احنا شايفين قدامنا. ومن اشهر الشخصيتين اللي كانوا بيجوا هنا وكلنا عارفينهم هما رايا وسكينة. رايا وسكينة كانوا بيجوا هنا، وزي ما القصة الشهيرة بتاعتهم كانت بتقول ان هما كانوا بيخطفوا السيدات في الاماكن دي، وكانوا بيغوهم علشان يروحوا بيتهم، وبعد كده كانوا بيسرقوهم. دي قصة رايا وسكينة. بيتهم موجود كمان في منطقة اللبان، وهي منطقة موجودة قريبة من هنا، تقدروا تشوفوا البيت دوت. المكان ده كان ليه شهرة كبيرة جدا، مش بس في اسكندرية أو في مصر لكن عالميا. كان بيجي كتير من الجاليات الأجنبية والمغاربة وكتير من التجار في البلاد العربية، وكانوا بيعملوا بيوت ليهم هنا وبيبنوا ليهم محلات وبيبيعوا البضائع بتاعتهم.
وكانوا بينقلوا البضاعة عن طريق الميناء او عن طريق كمان الخيول. علشان كده كان في مكان هنا مخصص للخيول فضل مستمر لفترة كبيرة، وكانت الخيول دي بتنقل البضائع، وكان بيكون في مكان علشان تستريح. من اشهر البضائع اللي كانت موجودة زمان ولسه موجودة لحد دلوقتي هي البضائع الخاصة بالخيوط والغزل والأقمشة. هنا في عدد كبير جدا من الأقمشة، كل أنواعها موجودة في سوق مخصص ليها. في عندنا العطارة، عندنا كمان ورش ومحلات الفضة والذهب موجودة وقريبة كمان من هنا، وموجودة في شارع فرنسا. هنا في كمان سوق للعطارين. هنا بتلاقوا كل حاجة. مؤخرا طبعا الناس اتجهت للموضة والأكسسوارز وأدوات التجميل، فعلشان كده هتلاقوا محلات كبيرة مختصة ببيع الإكسسوارات وأدوات التجميل والكريمات والحاجات الخاصة، كلها معظمها خاصة بالسيدات. تعالوا دلوقتي ناخد جولة ونعرف الأسعار. عندنا مثلا قدامنا تشكيلة كبيرة من الأحزمة. دي أحزمة جلد عادية خالص، بتبدأ أسعارها من 80 جنيه، وأعلى سعر هنا 200 جنيه. هنا هتلاقوا كل حاجة انتوا متخيلينها هتلاقوها هنا في سوق المنشية. بالنسبة للأسعار، هنا الأسعار في متناول الجميع. هتلاقوا محلات كتيرة خاصة بالجلود، وتلاقوا كمان شنط كتيرة هاند ميد، وحتى الشنط البراند هتلاقوها موجودة هنا. وهتلاقوا المحلات الخاصة بالساعات هنا سعرها رخيص جدا، بيبدأ من 75 جنيه. هتلاقوا قدامنا أسعار الحزمة الجلد زي ما احنا شايفين. المجموعة اللي قدامنا دي سعرها 70 زي ما مكتوب، والمجموعة اللي جنبيها ب65. وعندنا كمان الحزمة اللي تحت دي اللي انتوا شايفينها، دي بيبقى ليها شكل مختلف، بيبقى شكلها لطيف جدا لما بتتلبس فوق الدريسات، ودي سعرها بيبدأ من 120 جنيه، والماكسيمم بتاعها تقريبا 200 جنيه. وهنا في مجموعة من المحافظ بكل أشكالها وأحجامها المختلفة، ومجموعة من السلاسل والأكسسوارز، وهنا مجموعة من الحلقان وكمان الساعات المعدن والساعات الجلد، كل حاجة موجودة هنا. وزي ما قلتلكوا ان اسعار الساعات بتبدأ من 75 جنيه، اسعار الساعة الجلد زي اللي احنا شايفينها قدامنا. هتلاقوا معظم المحلات هنا في زنقة الستات بتبيع الحاجات الخاصة بالسيدات، زي التوك، زي الاكسسوارز، في حتى الباروكة والاكستنشن، وهتلاقوا الميك اب وكل حاجة هنا خاصة بالسيدات. المحل ده زي ما انتوا شايفين في الباروكات زي ما قلتلكوا، والتوك والحلقان والخواتم والذهب الصيني موجود هنا برضو. الممر بتاع زنقة الستات بيكون ممر ضيق جدا، والمحلات كلها مترصة جنب بعض.
لو انتوا جيتوا قبل كده سوق زنقة الستات اكتبولي رأيكم تحت في الكومنت. ودي تكون نهاية الجولة في سوق زنقة الستات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. في الفيديو ده احنا عرفنا عن تاريخ المكان ونشأته وعن سبب التسمية، وشوفنا كمان البضاعة اللي موجودة هنا، وعرفنا اهم البضائع اللي موجودة، وعرفنا كمان اسعارها. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تكتبولي رأيكم تحت لو انتوا زرتوا المكان ده، ولو انتوا حابين تشوفوا اي اماكن تانية اكتبوها تحت في الكومنت كاقتراحات. لو عندكم اي اسئلة او استفسارات اكتبوها في الكومنت وهرد عليكم. وانتظروا ان شاء الله جولات تانية كتيرة في اماكن سياحية حلوة في مصر. شكرا لمتابعتكم.